ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. اللي ما يعرفنيش، دي قناه يومات ومائده، منزلوا اشتركوا في القناه وحطوا لايك. قبل ما نبدا الفيديو صلي على الحبيب قلبنا يطيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. النهارده بعمل ايه؟ هعمل بانيه. اللي انتوا شفتوا ده بانيه انا اللي مقطعه، ما استغربوش من التقطيع، عشان دي كانت زي ما قلت لكم في الفيديو اللي قبل ده، اني او قبل اللي قبله قلت لكم ان انا مربيه فراخ، وطبعا عملت الصدر بتاعها بانيه. هنا بقى هدبله، هحط 3 طماطميات، طماطميات تلات تلات طماطميات، وحوالي 5 فصوص توم، وبصلية كبيرة، وليمونية، وقرن فلفل، ده نص قرن فلفل عشان فلفل حامي طبعا، وليمونية عشان الليمون ده كان عندي في الفريزر، فانا طلعتها كده مع القوطة وفكتها وقلت ايه، يا دوب شلت بس البذر منها. هنا بقى حطيت واحدة ماجي، ما تستغربوش يعني، بس بتخلي طعم البانيه حلو. وحطيت هنا بقى شوية فلفل اسمر وشوية ملح. هبقى اكتب لكم طبعا المقادير في صندوق الوصف. وبعتذر طبعا لو في صوت طالع عشان انا مشغله المروحه. وما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناه، بحبكم في الله. هنا بقى حطيت ملح وفلفل اسمر. انا بحب اتبله بالطريقه دي على طول، مش بحب بقى ان انا اعمل له كاتشب ومستردة ومايونيز والكلام ده كله. خلينا متفقين ان احنا نمشي ايه، كل حاجه الحاجات دي موجوده في اي بيت. كان بقى كاتشب والمايونيز والكلام ده لكم مش متوفر في كل بيت، مش متوفر في بيتنا اصلا. فعشان كده انا بعمل اللي موجود، وهي حلوه وجربوها صدقوني تعجبكم. هنا بقى حطيت 3 فصوص حبهان، 2 ورق لورا، وهنزل بقى بميه، ممكن تحطوا معلقه خل لو انتوا عاوزين. بس انا ما هنحط بقى كميه الميه كده اللي هي ايه تضرب الحاجه. بعد كده بقى هنضربهم كلهم في الخلاط، ممكن نصفيها لو الخلاط بتاعنا ايه مش بيسيب قطع. لكن لو مش لو بيفرم حلو خلاص. هنا بقى خلاص التتبيله اهي، بقى انزل بقى فيها بالبانيه، واسيبه بقى حوالي ساعتين في التلاجة. وممكن تسيبوه لتاني يوم، بس تقللوا الملح منه كويس عشان لما بيقعد تاني يوم الحدقية بتزيد فيه. يعني انا جربت قبل كده لقيته حادق جدا، فانا بقى غطسه كده في كل التتبيله، وبعد كده بقى هغطيها دي للتلاجة. يفضل طبعا نحطه في علبة محكمة الغلق، بس انا كنت حاطه في الترمس في التلاجة. شوف انا صريحة معاكم ازاي. هنا بقى هنعمل جنبيه مكرونه محمره. طبعا انا في اليوم ده اليوم اللي انا بكلمكم فيه ده النهارده الجمعه. انا آه، انا مكنتش اعرف ان الساعه اتغيرت اصلا غير ما لقيت سيفتي بترن عليا بتقولي ده الساعه اتغيرت. هي كان عندي في التليفون 12 وهي كانت واحدة اصلا. يا نهار، بقيت اجري حوالين نفسي بقى، يعني طبعا جوزي ليه موعد شغل يقوم فيها، وانا بقى طبعا مكنتش اعرف ان الساعه اتغيرت، وكنت لازم طبعا اسيب البانيه يتبل شويه. وكان ورايا حاجات تانية برضو في الشقه بعملها، وايه بقيت اللي هو الف حوالين نفسي ايه ده في ايه. فاسرع حاجه طبعا مكرونه محمره، المفروض دي تعمل جنبها مكرونه مسلوقه، بس انا عملت جنبها مكرونه محمره. هنا بقى هدبل البانيه كده، صفيته بقى من التتبيله خلاص، واحط عليه ايه بضايه. عايزه انام يا جدعان، بس قلت منتج لكم الفيديو عشان لما اجي انزله تاني يوم يبقى ايه، يبقى متمنتج على طول، ما اقعدش بقى اللي هو عايز تمنتج والكلام ده. هنا بقى حطيته، بعد ما حطيته في البيضه كده احط في ده فيجيتار بارد على الحراق، ممكن تحطوا بقسماط بقى، بس احنا مش بنحبه بصراحه بقسماط، انا بحب طول عمري في فيجيتار بس. ده فيجيتار على كريسبي على حراق على بارد. هنا بقى احط كده الكميه واضغط عليها من الجنب ده والجنب التاني، وبعد كده ايه ه- هسيبها بقى. ما طبعا المفروض احطها في التلاجة حوالي ربع ساعه، بس ما حطيتش بصراحه كنت مستعجله. هنا بقى حمر المكرونه، حطيت حته سمنه بلدي، وبعد كده حمرتها خدت لون، بعد كده حطيت لها بابريكا وفلفل اسمر واحد ماجي بس فقط لا غير، وملح. هنا بقى ده كيك جرجير، غسلته وكنت نقعيه يعني وسايبه في ميه وغسلته. هنا بقى هنقلي البتاع. والله يا جماعه الزيت مفيهوش اي حاجه، زيت نضيف، بس هي الطاسه اللي لونها كده عشان تفيل، يعني ايه مش يعني مش سايباها من التاني ولا حاجه. هنا بقى المكرونه حطيت عليها، وانا بقى بعد ما البانيه قليته حطيته على ايه، على مناديل المطبخ وكاتشب بقى وترويق ترويق يعني. بس اشتركوا في القناه، اشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامه.